وسهلا ومرحبا مشاهدي قناة مطبخي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم البغرير بطريقه سهله. عندي هنايا كاس ونص ديال السميده رقيقه، وعندي 2 كيسان ديال الماء، معلقه كبيره ديال الدقيق، ومعلقه صغيره ممسوحه ديال الخميره حبيبات، قبصه ديال الملح، وقبصه ديال سنيده ولا سكر سنيده، وخماره حمراء. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي ناخذ اناء وغادي نوضعوا فيه جميع المكونات. غادي نضيفوا الماء اللي يكون دافي، غادي نخلطوا. من بعد ما خلطنا جميع المكونات، دابا غادي نوضعوه في الخلاط الكهربائي. عاد غادي نضيف الخميره الحمراء. غادي ناخذوا الخلاط الكهربائي وغادي نوضعوه فيه الخليط ديالنا. بالنسبه للخليط ديالنا مازال غادي نضيف ليه شويه د الماء، تقريبا نص كاس، وغادي نبدا نطحن. من بعد ما طحنا غادي نضيف الخماره، وغادي نعاود نطحن الخليط حتى يتجانسوا لنا المكونات. الخليط ديالنا من بعد ما طحناه غادي نخليوه يرتاح 5 ديال الدقائق، وغادي نبداو الطياب ديالنا. البغرير ديالنا من بعد ما ارتاح كما كتشوفوا، دابا غادي نبداو نطيبو. درنا المقله ديال البغرير، دابا غادي نوضعوا الخليط ديالنا. بسم الله. البغرير ديالنا هو جد كيجي على هذا الشكل، صراحه تيجي زوين بزاف. كنتمنى انكم تجربوه، كنتمنى ينال اعجابكم. ما تنساوش تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد، والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.